السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهاردة جامد قوي. هنعمل مع بعض النهاردة السمك المقلي بطريقة اشهر المطاعم. حلو جدا جدا. اول حاجة بنجيب السمك صابح كده لسه صاحي، وبعدين بنبدأ ان احنا بننضف السمك ازاي؟ بنشيل الزعانف اللي هي على الجنبين الاتنين، وبعدين بنشيل ديل السمكة، وبعدين بنشيل الخياشيم. اهم حاجة السمك يبقى صابح زي ما انتوا شايفين كده وبيلعب في المية. حلو جدا. وبعدين بعد ما بنشيل الخياشيم بنبدأ ان احنا نفتح بطن السمكة وننضفها. اهم حاجة ننضف بطن السمكة كويس قوي، وبنعصر عليها ليمونتين ونسيبها في التلاجة حوالي ساعة كده في الليمون. خلاص، علشان في ناس كتير مش بتعرف تنضف السمك البلطي. بنشيل الزعانف اللي هي على الجنبين، وبنشيل اللي هي الزعانف اللي هي على ظهر السمكة دي اللي بتتشال دلوقتي بالمقص، ما ينفعش بالسكينة. وبعدين بنشيل الخياشيم، وبعدين بنشيل ديل السمكة، ونبدأ ان احنا نفتح بطنها بالمقص بقى وبالسكينة. بطن السمكة مش مشكلة، بس طبعا بالمقص اسهل بكتير. وبعدين بننضف بطن السمكة كويس جدا جدا، وبيبقى في حاجة على جدار بطنها كده سمرة، بننضفها كويس قوي قوي. خلاص، تعالوا بقى نحضر احلى واطعم تتبيلة للسمك البلطي. معايا فلفل احمر على اخضر متقطع بالشكل دوت، ومعايا راس توم كبيره كده او راس توم ونص. والتوابل بقى معايا معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره كمون، معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره شطه. هبدا كده اجيب الكبه احط فيها التوم، وكمان انزل بالفلفل بارد او سبايسي بقى زي ما انت عايزه. وبعدين انزل بالتوابل، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره كمون، معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره شطه، لا اكتر من كده ولا اقل من كده. ومعايا عصير 3 ليمونات كده كبار، يعني حوالي ربع كوبايه من عصير الليمون. وبعدين اضربهم كويس جدا جدا مع بعض في الكبه، وتقدري تفرميهم في الهون. والسمك طبعا زي ما انتم شايفين كده، بعد ما غسلته كويس قوي قوي وعصرت عليه ليمونتين وحطيته في التلاجة دوت شكله. شايفين بطن السمكه بقى عامله ازاي؟ فاتحه وبيضه جدا. لازم ينضف كويس قوي قوي. تمام، زي ما انتم شايفين كده حلو قوي. لازم يبقى ابيض قشطه كده. وطبعا القشر اللي على وش السمكه شيلته، والسمكه دلوقتي زي الفل. طيب ديت التتبيله بعد ما فرمتها كويس قوي قوي في الكبه. هنبدا بقى نجيب السمك، بس الاول نفضي التتبيله ديت في قلب طبق عشان نعرف نوزعها كويس على السمك. هنزل بالتتبيله في طبق كده بعد ما اتفرمت كويس قوي زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لكم تقدروا تفرموها في الهون. وبعدين اجيب السمك وابدا ان انا احشي التتبيله دي في بطن السمك. الاول كده بنحشي بطن السمك، وبعدين نحط من التتبيله دي برضو على ظهر السمكه، يعني بنبدا ان احنا نحطها على السمكه من بره وبرضو جوه بطن السمكه. التتبيله دي يا جماعه كده لما بتتحط على شويه رز صياديه طعمها بيبقى فظيع. جربوها تحفه. لازم نحشي بطن السمكه، دي نقطه مهمه قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. وبرضو على سمكه من بره، من جوه ومن بره كده. تمام. وبعد ما بتبل السمك كله ببدأ ان انا احطه في التلاجة لمدة ساعة. ما ينفعش اتبل السمك واقوم اقليه على طول. جلد السمك او لحم السمك مش هيكون شرب التتبيلة. تمام. بعد ما تبلته كده هتبل الكمية كلها بنفس الشكل دوت. ادي التتبيلة. والله يا جماعة وانا عمري ما بحلف بالله كده، التتبيلة دي تحفة. واشهر المطاعم شغالين بالتتبيله دي، لا اكتر من كده ولا اقل من كده. انا جايبه لكم التتبيله دي من واحد صاحب مطعم. جربوها على ضمانتي وضمان ربنا، والله تحفه جدا جدا جدا. هتاكلوا احلى واطعم سمك بلطي دوت. طبعا السمك بعد ما حطيته في التلاجة كده يجي ساعه على ما شرب من التتبيله. هجيب دقيق عادي جدا معلهوش اي اضافات، وبعدين نجيب طبق فاضي، وبعدين هشيل بقى السمكه كده وابدا ان انا احطها في الدقيق، اغلفها بقى كويس قوي قوي بالدقيق عشان تطلع بقى مقرمشه كده. تمام. ابدا ان انا احطها في الدقيق، اعفرها بالدقيق واشيلها احطها في طبق لوحده. ما ينفعش احطها تاني في الطبق لان بيكون فيه بقى الميه بتاعت الليمون والميه اللي نزلت من السمك. خلاص. وبعدين بقى اعمل كل الكميه بنفس الشكل دوت واقليها على طول. اللي عفرها اروح اقليها على طول زي ما انتم شايفين كده.
بصوا بقى شكله عامل ازاي، والتصوير ظلمه جدا، شكله على الحقيقة روعة. مقرمش، ريحته جميلة جدا، طعمه تحفة. اللحم بتاع السمك متبل وجميل جدا، والتتبيلة كمان اللي حاشينها جوا بطن السمكة خطيرة. عملت بقى جنبه شوية رز صيادية كده مع شوية سلطة خضراء، مش قادرة اقول لكم على الجمال والطعامة. بصوا جميل جدا، شايفين قلبه من جوه عامل ازاي، يجنن. وكمان هفتح لكم بطن السمكة اوريكم التتبيلة من جوه عاملة ازاي، ولا بتقع ولا بتنشف ولا الكلام ده خالص. شايفين شكلها من جوه جميل جدا جدا، والريحة بقى جنان. وبس كده الفيديو بتاعنا خلاص خلص. يا رب يكون عجبكم والطريقة تكون سهلة وبسيطة وكلكم تنفذوها، ومستنية رأيكم فيها. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.